ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده جايبه لكم 10 اكلات مصريه اصيله بس معموله بطريقه صحيه تشبع جدا وسعراتها قليله. يلا نبدا. وكمان هقول لكم على شويه نصايح بسيطه تخلي الاكل ده يساعدكم اكتر في النزول في الوزن. يلا بينا. نص كوبايه كشري معمول بزيت قليل حوالي 170 سعر حراري، نفس الطعم المصري الجميل لكن اخف بكتير. وعشان الدايت قلل المكرونة شوية وزود العدس عشان البروتين النباتي يشبعك اكتر. تاني اكلة طاجن بامية باللحمة قليل الدهون. عبارة عن نص كوباية بامية مطبوخة باللحمة القليلة حوالي 150 سعر حراري، بتشبع جدا ومليانة الياف. وعشان الدايت اختار لحمة قليلة الدهون او خليها فراخ بدل اللحمة لو عايز سعرات اقل. سمك بلطي مشوي. سمكة بلطي مشوية متوسطة حوالي 180 سعر حراري، فيها بروتين صحي ومشبع جدا. لو عايز وجبة كاملة خليه مع سلطة خضراء وكوباية شوربة خفيفة. بطاطس بصلصة خفيفة. نص كوباية بطاطس مطبوخة بصلصة خفيفة حوالي 130 سعر حراري، أكل مصري أصيل وممكن يتعمل بزيت قليل جدا. نسلق البطاطس وكده السعرات تقل جدا. كوباية ملوخية معمولة بمرقة خفيفة حوالي 90 سعر حراري، خفيفة وتشبع جدا خصوصا مع عيش سن. وعشان الدايت كلها مع عيش سن أو عيش بلدي صغير عشان تتحكم في السعرات. مسقعة دايت. نص كوباية مسقعة معمولة بالفرن من غير تحمير حوالي 130 سعر حراري، نفس الطعم لكن من غير دهون تقيلة. وعشان الدايت ما تستخدمش زيت خالص ورش شوية زيت على الوش بالفرشة بس. ورق عنب دايت. 5 ورقات عنب معمولين بزيت قليل جدا حوالي 120 سعر حراري، بيشبعوا ويخلي الواحد حاسس انه اكل وجبة كاملة. وعشان الدايت ما تكترش الرز جوه الورق وحط خضار زيادة شبت وبقدونس وكزبرة عشان يقلل السعرات ويشبع. فراخ مشوية بالفرن. قطعة فراخ في الفرن وزنها 100 جرام، يعني حوالي قد كف اليد من غير الصوابع، حوالي 160 سعر حراري، بروتين صافي بيشبع وبيحافظ على الدايت. وعشان الدايت شيل الجلد قبل الأكل هيوفر لك سعرات كتير جدا. فول مدمس من غير زيت. نص كوباية فول مدمس من غير زيت حوالي 110 سعر حراري، أكل مصري أصيل بيشبع وبيدي طاقة. وعشان الدايت بدل ما تحط طحينة او زيت حط عصرة ليمون وكمون، هيزود الطعم ويقلل السعرات. بيض مسلوق مع طماطم. بيضة مسلوقة زي الطماطماية حوالي 80 سعر حراري. عشان الدايت البيض مشبع جدا خصوصا لو هتاكله في الفطار، هيخليك تقلل اكلك طول اليوم. نصايح عمل الدايت مع الاكل ده. اول حاجة هنقسم وجباتنا ل5 او 6 وجبات صغيرة بدل وجبتين تقال. 2 نشرب مية قبل كل وجبة بنص ساعة، ده بيقلل كمية الاكل. حاول نمشي 30 دقيقة بعد الغداء او العشاء. ركز على البروتين والالياف لانهم اكتر حاجتين بيشبعوا. ما تحرموش نفسكم من الاكل المصري بس كله بطريقة اخف واذكى. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا عن 10 اكلات مطبوخة بتشبع وبتنفع للدايت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الجديد. واستنوني في الفيديوهات اللي جاية، هنتكلم عن وصفات مصرية شعبية تانية بس بطريقة دايت، وكمان هنعمل حلقات مخصوصة عن حلويات مصرية خفيفة وايام كاملة محسوبة بالسعرات علشان تلاقوا افكار عملية تطبقوها في حياتكم اليومية. فلو مهتمين تخسوا من غير حرمان وتاكلوا اكل لذيذ وصحي، تابعوني عشان الفيديوهات اللي جاية هتفيدكم جدا. سلام.